السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض عيش جميل جدا ولذيذ جدا، هرجعكم لسنين بعيدة خالص وايام كانت حلوة قوي. كنا بنقعد نعمل فيها العيش ده. اللي هيعرفوا حبايبي الحلوين اللي هم من الارياف اللي زي كده وفلاحين وبيعملوا الحاجات الجميلة ديت، هنعمله بطريقة سهلة جدا. وهقعدكم قدام الفرن كده مع حماتي، ربنا يديها الصحة يا رب. هي اللي خبزت العيش ده وحبيت ان انا اصوره واهدي لها التحية طبعا وهي معانا كده في الفيديو. معايا ده لبن رايب، او رايب زي ما بنسموه، زي ما حبايبنا في دول الخليج بيسموه الرايب. ومعايا سمنة بلدي، حطيت معلقتين من الملح على اللبن. ومعايا ده لبن، سمنة بلدي عليها قشطة. قشطة يعني تكون قشطة اللي هي وش اللبن، اللي انتوا حبايبي بتجيبوه من على وش اللبن الرايب اللي انا حطيته ده. انا جبت القشطة وسيحتها. ولو حابة انت تحطي اللبن بالقشطة بتاعته بيبقى تمام كده. فانا حطيت السمنة كده سيحتها علشان ان احنا طبعا في الشتاء والسمنة بتبقى يعني متماسكة ببعضها، فمش هعرف ان انا يعني اعملها مع اللبن او الدقيق. الدقيق بقى ده على حسب الكمية، يعني على حسب اللبن وعلى حسب السمنة. يعني مش هيحدد يعني مقدار قد ايه دقيق، لان ده انا ما وزنتش او ما عايرتش الدقيق قد ايه. انا كمية اللبن عندي كانت ما شاء الله كتيرة، فحطيت الدقيق على حسب اللبن الموجودة عندي. انا ما حطيتش مية، ما حطيتش اي مواد سائلة خالص خلاف اللبن او السمنه اللي انا حطيتها. والسمنه دي برضو زي ما انا قلت لكم سمنه بلدي عليها قشطه فلاحي زي ما انا قايله لكم يا حبايب قلبي. وما يحلاش احلى حاجه كده غير وانت قاعده قدام الفرن كده بذكر الرسول عليه الصلاه والسلام. طبعا بتحل البركه، وربنا بيبارك وبيرزق كل واحد على قد ذكر للرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انا معايا ده كده المطارح، طبعا الحبايب الحلوين اللي عندهم برضو كل الحاجات ديت. العجينه بتاعتي ما بتبقاش مرقه قوي وما بتبقاش جبسه قوي، يعني ما تمرقهاش قوي، يعني على تبقى ماسكاها بكف ايدك، ما تبقاش سايله قوي منها او تنزل منها بسهوله. تبقى سايله يعني طريه بس ما تبقاش سايله قوي. احنا بقى بنمسكه كده بنديله التقريصه يعني على كذا مطرح علشان يرتاح. طبعا في الشتاء فالحاجه العجين طبعا بيبقى شادد نفسه او بيبقى متمسك بزياده، فاحنا بنقرصه كده على مطارح علشان يبقى ياخد راحته كده، ونيجي نفرده او حماتي تيجي ترحه يبقى بيرح معاها بسهوله زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الخبيز برضو قدام الفرن بياخد وقت وبياخد مجهود، فحماتي ربنا يديها صحة قالت انا هعمله بدالك، انتي قرص عليا وانا هعمله رح بدالك كده قدام الفرن وهعمله. فقلت لها طبعا ربنا يديك الصحة، يعني ده يبقى هيزيد بركة وهيزيد حلاوة طبعا. فشايفين بقى كده هي هتفضل ترحرح فيه لحد ما يفرد معاها، او السمك اللي هي عايزاه ما يبقاش تخين قوي ولا يرفع ولا يبقى رفيع قوي، يعني الحجم اللي يبقى مناسب له عشان يبقى مستوي وما يبقاش معجن من النص. يعني ما ترحوش او ان هو يبقى ناشف، او ما ترح او تسيبه تخين يبقى معجن من قلبه او من النص كده، تحسي ان هو فيه عجين ومش مستوي كويس كده. تمام. شايفين بقى العيش طبعا هي عماله تفرده بايديها علشان الجو برضو ساقعه، فالعجينه بتكلبش او بتتماسك في بعضها اكتر، فهي بترحه بزياده علشان يبقى مفرود وحلو. طبعا احنا بنحب الحاجات اللي هي المعجنات ديت، وبالذات في الشتاء. يعني في الشتاء بنحب ان احنا نعملها بتبقى حلوة، وتحس كده انت بتاكلي حاجات من الخير ومن خير ربنا. الحاجات دي موجودة في الأرياف كتيرة وحلوة وبنحبها جدا في الشتاء. ما يحلاش ابدا. كنا بنيجي نخبز اليوم الخبيز ده الطبيعي كان بيبقى يا رقاق طري يا عيش من العيش الشلبي ده، احنا مسمينه عندنا عيش شلبي. لو انتوا بقى بتعملوه عندكم وله اسم تاني ممكن تكتبوه في التعليقات او في الكومنتات ايه اسمه، او بتسموه ايه، او بتعجنوه زينا ولا لا. في بعض المحافظات، محافظات مصرية طبعا، بيعجنوه بالخض بتاع الزبدة او بشرش اللبن، بس ما بيحطوش اللبن الرايب، بيجيبوا الشرش بتاعه بيعجنوا بيه. بس ده بيبقى الرقاق اللي هو الطري، فاحنا بنعجنه باللبن نفسه اللي هو الرايب بالشرش بتاعه. يعني ما بنشيلش الشرش منه، احنا بنعجنه باللبن بحاله.
فحماتي بقى عمالة بترحرح فيه، يعني بصراحة كان جميل جدا. وحسيت كده بالزمن الحلو اللي احنا كنا بنخبز فيه ونعمل فيه العيش ده، زي ما بقول لكم كده. كنا اليوم بتاع الخبيز وبتاع الحاجات الجميلة ديت بصراحة كنا بنقعد اليوم بطوله كله خبيز وكله حاجات من الخير ده والجمال ده. يعني اولادنا الايام دي مفتقدين الحاجات دي والله. بعيد عن الحاجات دي خالص، ما بيعرفوهاش ما بيحبوهاش، لان هم قبل كده يعني طول حياتهم عايزين ياكلوا الحاجات اللي هي الموجودة ده، اللحوم المصنعة والفراخ والبانيهات، مش عايزين يجربوا الحاجات دي. فقبل ما ياكلوها كانوا معترضين عليها، فلما دقوها ولقوها حلوة حبوها بجد وقالوا جميلة وطعمها حلو وريحتها جميلة. فولادنا بصراحة مظلومين في الأيام ديت ومفتقدينها جدا. فلازم نرجع للأيام دي ونعمل حاجات اللي هي بالخير ربنا. طبعا الحاجة غالية، يعني أنا برضك معاكم نعمل حاجات بس بإمكانيات بسيطة، ما تبقاش إمكانيات غالية، وما تبقاش برضك يعني نأفور في الأسعار. يعني نجيب الحاجة اللي على قد إيدينا ونعملها والله، وهتبقى زي العسل كده. زي ما انتوا شايفين هي حماتي بتكسر على مطرحة صغيرة وبعدين تفرد على مطرحة كبيرة، علشان برضك ان هي تبقى تسهل معاها وتفردها معاها. شايفين الجمال؟ والله ما في احلى من الحاجات الجميلة دي، والله ما في احلى منها ولا اطعم منها ولا ألذ منها. اعملوها والله وجربوه. عيش جميل بجد، ممكن تعمليه وتعملي بالزيادة وتعيني منه في الفريزر. جميل جدا، اي وقت انت تحبيه طلعي كده على فرن البوتاجاز او الميكروف لو انت موجودة عندك، حطي فيه والله وهتلاقي احلى من اللي انت يعني اول يوم هيبقى جميل ولذيذ برضه. الفرن بتاعي يعني ما تسخنيه الاول ونمسح، انا بقى بنرحه ونخبزه على الصاجة، ما ينفعش في الصينية ولا في اي حاجة زي ما بنعمل الرقاق. فبنمسح الصاجة كويس. وهو طبعا الدقيق ده والحاجات ديت يعني لازم واحنا بنخبز بيبقى الدقيق متنطور هنا او هنا، فطبعا كل مرة بنمسح الصاجة كويس وبنعملها. الفرن طبعا ساخن مسبقا، من تحت بيبقى على درجة حرارة. لو انتي عندك فرن بوتاجاز ممكن تعملي فيه، بس هيبقى ناشف معاكي. احلى حاجة ان هو يتعمل في الفرن الغاز ده، يكون من تحت درجة حرارة متوسطة، متكونش عالية قوي، والشعلة من فوق او الجنب بيبقى برضك متوسط، لحد ما تحسي ان الوش والقعر مظبوطين. تبقي تظبطي الفرن بتاعك يبقى على درجة الحرارة المناسبة ليه، علشان يبقى كويس معاكي وياخد اللون الحلو. شايفين الجمال؟ والله ما في احلى من كده ولا اجمل من كده ولا اطعم من كده. حاجة كده في منتهى الجمال، الريحة والطعم والشكل حاجة تفتح النفس بجد، حاجة في منتهى العظمة. يا رب العيش ده يعجبكم، والطريقة بتاعته تكون سهلة حلوة كده على قلبكم وخفيفة. وانا هسيب لكم كل اللي انا عملته في الفيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف. يا رب كل حاجة بقدمها تكون خفيفة ولذيذة على قلبكم. اشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.